أستاذ أحمد شلبي رئيس القسم القضائي بالمصري اليوم ونسأله عما تم في هذه الشهادة. مساء الخير يا أستاذ أحمد. نور يا فندم، ازي حضرتك؟ النهارده الفريق أول عبد الفتاح السيسي أدلى بشهادته، قال إيه؟ قال إيه؟ هو مثلا النهارده امام المحكمه للادلاء بشهادته كطلب للدفاع. يمكن ملخص، خليني اقول لك ملخص الشهاده الاول اللي ادلى بها الفريق الاول فتاح السيسي. هو قال ان احنا ما عندناش معلومات ان كانت المسؤولين او المتهمين في جهاز امن الدوله اعدموا مستندات ولا لا، وما عندناش معلومات ان كانت هذه المستندات تتعلق بوقائع معينه ولا لا. كمان هو نفى اي وقائع تتعلق بان القوات الحربيه او المخابرات الحربيه او القوات المسلحه شاهدت او ضبطت المتهمين وهم يقومون باعدام المستندات. يعني خليني اقول لك هو تقريبا لخص الشهاده النهارده لصالح المتهمين. هو بيقول ان احنا جالنا اختارات وقت اقتحام مقرات امن الدوله، وجالنا اختار من النائب العام ان احنا ننزل ونؤمن هذه المقرات لحمايتها. هو قال ان احنا فقط دورنا كان بيقتصر على تامين المقرات من الخارج، لم ندخل الى الداخل، لم نرى ما الذي حدث داخل هذه المقرات ان كانت تم اعدام مستندات من عدمه ولا لا. قال ان احنا اقتصر دورنا فقط على التامين من الخارج. سالته المحكمه طيب انتوا عندكم اي معلومات او في تنسيق ما بين المخابرات الحربيه وما بين جهاز امن الدوله في كيفيه اعدام المستندات، او ده اعدام المستندات ده اجراء طبيعي يعني في الاجهزه الامنيه مثل الامن الوطني او امن الدوله سابقا يعني والمخابرات الحربيه. فهو قال بصريح العباره ان كل جهاز عنده المعلومات الخاصه بيه والسريه اللي بيتعامل معاها هو وشأنه، لان دي اجهزه كل واحد بيشتغل بالطريقه اللي هو شايفها. ما اقدرش ما جزمش ان كان ده اجراء طبيعي ولا لا. كمان المحكمه سالته عن هل المخابرات الحربيه او القوات المسلحه اجرت اي تحقيق او اجرت اي تحريات حوالين قيام عدد من المتهمين اللي هم قيادات الامن الوطني بفرم مستندات في اماكن معينه او مختلفه بعيدا عن الاجهزه. وقال لا احنا ما عملناش اي تحريات، وكان في قاضي تحقيق منتدب من قبل وزير العدل هو الذي حقق في هذه الوقائع. ما عنديش اي معلومات. طب استاذ احمد، يعني يعني بعض مواقع التواصل الاجتماعي اتكلمت على انه الفريق السيسي قال ان كان في معلومات مهمه جدا تمس امن الدوله، وانه يعني هذه المعلومات كان متوفره في ارشيف في مكان اخر، وانه حتى للفرم منها هناك بدائل اخرى لما تم فرمه. ده حقيقي؟ لا يا فندم، الكلام ده ما حصلش خالص. هو بالتحديد او خليني اقول لك تحديدا، هو سئل احد المدعين بالحق المدني، سالوه هل لديك اي معلومات على ان هذه المستندات التي تعرضت للحرق هي معلومات تمس الامن الوطني او خاصه بملفات مهمه؟ هو قال لا، كل جهاز عنده المعلومات السريه. انا ما عنديش معلومات ان كانت ايه هي المعلومات السريه المهمه اللي عند الجهاز الامن الوطني، زي ما انا عندي معلوماتي في المخابرات الحربيه عندي معلومات. يعني انا ما اقدرش اجزم، ما قالش خالص ان في معلومات مهمه تم التخلص منها. هو ملخص شهادته ان هو ما عندوش معلومه ايه اللي حصل جوه مقر جهاز الامن، مقرات جهاز الامن الوطني. كمان هو سئل من احد المدعين بالحق المدني هل الفريق شفيق كان عنده اي معلومات او عنده اي يعني ممكن اضافات حوالين معلومات عن ان ملفات امن الدوله سوف تحرق او الملفات اللي حرقت بعينها هي خاصه بايه. يعني المحكمه اصلا من الاساس رفضت توجيه هذا السؤال وما جاوبش عليه. كمان هو سئل عن بعد وقائع اقتحام مقرات امن الدوله، هل في بعض المواطنين، هي المحامي سأله هل احنا بعد الاقتحام وبعد الحرق في ناس كتير خرجت وكل واحد كان ماسك معاه مستندات وملفات وحاجات زي كده، فهل المخابرات الحربيه استلمت هذه المستندات ولا لا؟ قال احنا كان كل دورنا ان احنا بنوصل اي مستندات بتجيلنا، كانت لقاضي التحقيق اللي بيحقق في هذه القضيه واللي تم احالتها للمحكمه من قبل قاضي التحقيق.